السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الدرس الأول في فرع حساب المثلثات بعنوان الزاوية الموجهة. طب تعالى الأول كده نفتكر مع بعض تعريف أصلا الزاوية من غير كلمة موجهة. لو أنا عندي دلوقتي زاوية اسمها أ ب ج. في الإعدادي كنا بننطق الزاوية ديت أ ب ج، أو ج ب أ، أو كنا بنقول زاوية ب على طول. الكلام ده في الإعدادي. في الثانوي هيبدأ يتغير شوية. إزاي يا مستر؟ كان تعريف الزاوية هو عبارة عن اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية اللي هي ب، ودي بنسميها رأس الزاوية. يعني لما كنت بقول لك إيه هما الشعاعين بتوع الزاوية كنت بتقول لي ب أ وب ج. جميل. دلوقتي لما أجي أنطق أقول الزاوية أ ب ج، يبقى أنا دلوقتي اتجهت من الشعاع ب أ رايح للشعاع ب ج، فبقى السهم بتاعي من تحت لفوق. ولو أنا جيت نطقت وقلت زاوية ج ب أ، يبقى أنا اتحركت من الشعاع ب ج رايح للشعاع ب أ، يبقى أنا متحرك بالشكل ده كده. يبقى أنا عندي دلوقتي اتجاهين مختلفين. من هنا أنا اتحركت من البداية بتاعت الشعاع ب أ ورحت للشعاع ب ج. هنا العكس، انا كنت عند الشعاع ب ج واتجهت للشعاع ب أ. عشان كده ظهرت انها كلمه الموجهه او الاتجاه. يبقى انا دلوقتي عايز اعرف بقى الزاويه الموجهه. الزاويه الموجهه ديت عباره عن زوج مرتب من شعاعين الزاويه. زوج مرتب من شعاعين الزاويه. طب اشمعنى زوج مرتب يا مستر؟ لان الزوج المرتب عباره عن مسقط اول ومسقط تاني. ما ينفعش اقول ان مثلا الزوج المرتب س ص هو ص س، فكنا بنقول هنا لا يساوي. بالتالي هنا المسقط الاول ما ينفعش، عفوا، المسقط الاول اللي هو هنا س، ما ينفعش اقول ان هو بيساوي ص، والعكس صحيح. ما ينفعش اقول ان المسقط الصاد هو س. ما ينفعش اعمل عمليه ابدال، ما ينفعش اعمل عمليه ابدال ما بين السين والصاد. فنخلي بالنا من دي كويس جدا. فهي عباره عن زوج مرتب من شعاعين. طيب انا دلوقتي لو قلت ب أ وب ج، والشعوي الزوج المرتب الثاني ب ج وب أ. طيب الفرق هنا ايه؟ هي نفس الزاويه هنا ب، وبرضه هنا نفس الزاويه ب، بس انا اتجهت هنا من الشعاع ا ب أ رايح للشعاع ب ج. فلما اقول هنا الزاويه هقول الزاويه أ ب ج. اما هنا العكس، هنا اقول زاويه ج ب أ. طيب الفرق بقى ما بين الاثنين ايه؟ اللي بيجي في المسقط الاول بسميه الضلع الابتدائي، اما اللي بيجي في المسقط الثاني بسميه الضلع النهائي. يبقى اللي انا طالع منه بسميه ابتدائي، اللي رايح له بسميه ضلع نهائي. عشان كده اتسمت زاويه موجهه. يبقى الزاويه الموجهه عباره عن زوج مرتب من شعاعي الزاويه. طيب وطبعا نفس الفكره ليهم نفس نقطه البدايه. نقطه البدايه ديت بطلق عليها اسم الزاويه، اللي هي زاويه ب، بقول عليها ان دي راس الزاويه. الزاويه الموجهه ليها قياسين، قياس موجب وقياس سالب. نركز كده مع بعض عشان نفهم الفرق ما بين الاثنين. ادي زاويه أ، زاويه ب ج، وبرضه هنا أ ب. تعالى كده بص للزاويه. اتجاه الشعاع بتاعي هنا من ب أ لب ج. انا متحرك بالشكل ده كده. يعتبر لو انا كملت الاتجاه بتاعي هيبقى عامل بالشكل ده كده، وهنا لو كملت الاتجاه بتاعي هيبقى عامل بالشكل ده كده. طيب تعالى بص معايا بقى.
ده كده هلاقي انه عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة، عكس الدوران بتاع عقارب الساعة، فبياخد زاوية موجبة. أما ده الاتجاه بتاعي مع عقارب الساعة، فبياخد زاوية سالبة. يبقى الزاوية الموجبة والزاوية السالبة على حسب الاتجاه. لو كان عكس عقارب الساعة ياخد زاوية موجبة، أما لو مع عقارب الساعة فبياخد زاوية سالبة. لو أنت بصيت على الاتنين دول هلاقي إن في زاوية موجب وزاوية سالب. كده معناها إن الزاوية الواحدة، أي زاوية ليها قياسين، قياس موجب وقياس سالب. بص كده معايا اهو، أ ب ج، مش ده كده القياس الموجب بتاعها؟ لو انا قمت عامل دي كده، هنا بقى في قياس سالب، بقى هنا في قياس السالب بتاعي، طيب اللي هو مع عقارب الساعة، لكن ده كده عكس عقارب الساعة. يبقى انا اي زاوية ليها قياسين، ليها قياس موجب وليها قياس سالب، الاتنين دول لما اجمعهم على بعض بيدينا 360 درجة. بس خلي بالك وانت بتجمع بنقول القياس الموجب زائد مقياس القياس السالب، يعني لازم اخد القيمة المطلقة، الاتنين دول مع بعض بيدوني 360 درجة. يبقى أي زاوية ليها قياسين، قياس بالموجب وقياس بالسالب، مجموعهم على بعض بيدينا 360 درجة. نيجي لحاجة مهمة جدا، حاجة اسمها الوضع القياسي. ركز كده معايا على الرسمة اللي قدامنا دي، هلاقي ان الزاويه اللي عندي اسمها ا واو ب. طب اشمعنى يا مستر؟ السهم طالع من واو ا رايح لواو ب، يعني واو ا هو الضلع الابتدائي وواو ب الضلع النهائي. طب ورأس الزاويه هي مين؟ نقطه الاصل. هما دول الشرطين اللي عندي عشان اقول ان الزاويه في الوضع القياسي. رقم واحد، لازم تكون رأس الزاويه هي نقطه الاصل. تاني شرط، لازم يكون الضلع الابتدائي، خلي بالك بقى، على محور السينات الموجب، ودي مهمة جدا، محور السينات الموجب مش على محور السينات السالب، لأن هيجي لك دلوقتي زي ما هنشوف في التمارين هيديك 4 رسومات ويقول لك أيا منهما في الوضع القياسي أو أيا منهم ليس في الوضع القياسي. خلي بالك أنا ما ذكرت سيرة الضلع النهائي خالص، يعني هو ملوش علاقة بيا تماما في السؤال بتاعي. طيب تعالى كده اخر حاجه عندنا اللي هي الزاويه المكافئه. ايه هي الزاويه المكافئه ديت؟ ركز كده معايا، انا حطيت هنا زاويه وليكن ا ب ج في الوضع القياسي اهو، ده الضلع الابتدائي وده الضلع النهائي. لو انا خدت الضلع النهائي ب ج ده وعملت دوره كامله، يعني خدته قمت راجع، مش انا كده زودت عليها دوره؟ يعني الضلع النهائي لف 360 درجه، طيب قمت مكمل كمان دوره، يبقى خد دورتين، وهكذا 3 4 5. فالزاوية ديت هي أصلا سيتا. لو أنت بصيت هنا أنا خدت عكس عقارب الساعة، يبقى الزاوية المكافئة هي عبارة عن الزاوية الأصلية زائد 360 في نون. نون هنا اللي احنا بنسميها عدد الدورات، عدد الايه؟ الدورات، حسب الدورة اللي عندي، وهنشوف دلوقتي مسائلها بتيجي ازاي. طب لو انت بصيت معايا مين اللي بيلف؟ الضلع النهائي، فعشان كده بنقول ان الزوايا المكافئة هي زوايا مشتركة في الضلع النهائي. وركز كويس جدا، اي زاوية مكافئة هي مشتركة في الضلع النهائي للزاوية وليس الضلع الابتدائي. طيب لو انا عندي هنا على نفس الشكل اللي عندي ده، انا عندي هنا 4/4 على الزوايا المحورية، 0 و90 و180 و270، وبعد كده رجعنا تاني 360. ده كنا احنا بنسميه الربع الاول، ده بنسميه الربع الثاني،
ده بنسميه الربع الثالث، ده بنسميه الربع الرابع. لو بصيت ان الربع الاول ده محصور ما بين الصفر والتسعين، الربع الثاني ما بين التسعين لمية وتمانين، الثالث من 180 ل 270، الرابع من 270 ل 360. طب يا ترى اصلا الزوايا ديت اللي هي 0 و360 و90 وال180 وال270 دول بنسميهم ايه؟ دول بنطلق عليهم زوايا رباعيه او زوايا احداثيه او زوايا محوريه، يعني وقع على محاور الاحداثيات السين والصاد. ده كده بالنسبة لتعريف الزوايا المكافئة وازاي نحط الاربع. طب المسائل يا مستر بتيجي معانا ازاي؟ تعال ركز كده بقى معايا. اول سنة بيقول لي تكون الزاوية الموجهة في الوضع القياسي اذا تحقق شرطان وهم لسه قايلينهم حالا. رأس الزاوية هو لازم تكون نقطة الاصل على الشبكة الاحداثية. تاني شرط ان الضلع الابتدائي يقع على محور السينات الموجب. ده كده كان أول سؤال عندنا. تاني سؤال، يقال عدد من الزوايا الموجهة في الوضع القياسي إنها متكافئة إذا كان مشتركان في الضلع النهائي. ثالث سؤال، إذا وقع الضلع النهائي لزاوية موجهة في الوضع القياسي على أحد محاور الإحداثيات، قلنا ممكن نقول زاوية رباعية أو ممكن أقول زاوية إحداثية أو ممكن أقول عليها زاوية محورية. السؤال الرابع، أكبر قياس سالب. طب الزاوية هنا كام؟ 580 يا مستر، ده معدية 360 أصلا، أنا معرفش الأصل بتاعها بكام. أولا ما دام هو مدينا الزاوية بالموجب يبقى أطرح منها 360 درجة، أطرح منها الدورة. يعني أقول دلوقتي 580 ناقص 360 والتك يساوي، لا لسه موجبة، أطرح كمان 360، طلعت هنا عندي الزاوية بكام؟ بسالب 140. يبقى أنا هفضل أطرح عدد الدورات لغاية لما أوصل للمطلوب بتاعي. طب لو بصيت على عكس السؤال وعايز أصغر قياس موجب، طيب الزاوية بقى المرة دي أصلا سالبة، يبقى هزود عليها 360 درجة. يبقى أنا عندنا سالب 580 زائد 360، هلاقي لسه بالسالب، ازود عليها كمان 360، اتحولت للموجب اللي هو 140 درجة. ده كده لو انا عايز اجيب القياس السالب والقياس الموجب. يبقى القياس السالب اطرح 360، لو قياس الموجب ازود 360. السؤال الثاني، في كل من الاشكال الاتية بين ما اذا كانت الزاوية الموجهة في الوضع القياسي ام لا مع ذكر السبب. لو بصيت على اول واحدة ما ينفعش. ليه يا مستر؟ اولا الضلع الابتدائي على محور السينات، الضلع الابتدائي اللي هو يعتبر ده السهم بتاعي، الاتجاه بتاعي طالع من الشعاع الاولاني ده للشعاع اللي على محور السينات السالب، يعني ما حققش اساسا ولا شرط منهم، لا الضلع الابتدائي على محور السينات الموجب ولا رأس الزاويه هي نقطه الاصل. نيجي للثانيه، واحد اول ما يشوف لك بس يا مستر هي صح. ليه يا حبيبي؟ يقول لك ما يا مستر ما انا عندي الزاويه هي نقطه الاصل، اقول له صح، بس لو جيت بصيت لاتجاه السهم الضلع النهائي هو اللي على محور السينات الموجب، وانا اتكلمت انا عايز الضلع الابتدائي هو اللي بيكون على محور السينات الموجب، يبقى دي برضو ما تنفعش. هنا نقطه الاصل هي راس الزاويه، لكن الضلع الابتدائي على محور السينات السالب فبرضو ما تنفعش. اما الشكل الرابع لو بصيت هو طالع، هو من السهم بتاعي طالع من هنا، ده الضلع الابتدائي على محور السينات الموجب ورأس الزاوية هي نقطة الأصل كده، يبقى هي ديت
الوضع القياسي بعيدا عن الضلع النهائي موجود فين. ما يفرقش معايا الضلع النهائي موجود في انهي اتجاه، المهم بالنسبه لي هو الضلع الابتدائي على محور السينات الموجب. اوجد قياس الزاويه، خلي بالك الموجهه، يبقى لازم اخلي بالي ان انا هحط اشاراتي. ابص على سيتا في الشكل الاولاني، لو بصيت هنا كده عكس عقارب الساعه، يبقى الزاويه هنا زاويه موجبه. يبقى انا هقول له هنا 360 ناقص الزاويه بتاعتي اللي هي 60 يدينا 300 درجه. طب الشكل الثاني بص كده مع عقارب الساعه، يبقى زاويه سالبه. يبقى هقول له 90 ناقص 360 يدينا سالب 270. طب ما نفس الفكره هنا مستر الزاويه مع، يبقى زاويه سالبه، يبقى 125 ناقص 360 يدينا هنا سالب 235. اخر شكل لو بصيت على الاتجاه لانه عكس عقارب الساعه، يبقى زاويه موجبه. يبقى اقول له 360 ناقص 50 اللي هي 310. اهم حاجه الاتجاه الخاص بالسهم بتاعي. السؤال الرابع، عين الربع. لو بصيت على 363 اسف، زاويه حاده يا مستر، يبقى واقعه في الربع الاول. 320 دي واقعه في الربع الرابع. 230 واقعه في الربع الثالث. طب 115 زاويه حاده واقعه في الربع الثاني. يبقى نخلي بالنا ان الاول محصور بين 0 و90، الثاني من 90 ل 180، الثالث من 180 ل 270، الرابع من 270 ل 360. طب بص كده على السؤال رقم 5، سالب 60 نعرفش ان انا اجيبها في انهي ربع غير لما احولها لزاويه محصوره من 0 ل 360. طب مش دي زاويه سالبه، يبقى ازود عليها 360 عشان احولها الى زاويه موجبه. سالب 60 زائد 360 بقت 300. 300 ديت واقعه في الربع الرابع. يبقى كان اصل الزاويه 300 لكن خدت دوره مع عقارب الساعه عشان كده بقت سالب 60. طيب. الزاويه اللي بعدها سالب 260 نفس الفكره، هزود عليها 360 درجه هلاقي ان الاجابه بتاعتي 100. 100 دي في الربع الكام؟ في الربع الثاني. طيب. بص على السؤال رقم 7، 240 زائد 4 في 360. خلي بالك ان ال 360 دي دوره و4 عدد الدورات. انا لو جيت حسبتها انا كده جبت الزاويه المكافئه لاصل الزاويه عندي اصلا 240 ودي واقعه في الربع الثالث. فنخلي بالنا من دي كويس جدا. طب سالب 995 زاويه كبيره قوي يا مستر، تعالى ونشوف. هزود عليها 360 دي دوره لسه سالبه، هزود كمان عليها دوره برضو لسه سالبة، هزود عليها كمان دورة، بقت هنا كام؟ 85. يبقى أنا زودت عليها 3 دورات، 3 في 360 اتحولت إلى 85. 85 دي في الربع الأول. يبقى أنا دلوقتي بحول الزاوية المكافئة لزاوية محصورة ما بين الصفر إلى 360 عشان أعرف أحدد هي في أنهي ربع. السؤال الخامس بيقول لي عين اكبر قياس سالب. طيب تعال نشوف 630. اقول له 630 ناقص 360 لسه موجبه، هنقص كمان منها 360 بقى سالب 90. يبقى انا نقصت دورتين. يبقى 630 ناقص دورتين ادانا سالب 90. ده كده اكبر قياس سالب. طب رقم 2، واحد يقول لي يا مستر ما هي سالب 630 اصلا زاويه سالبه. ماشي بس دي كده انا عايز الاكبر، يعني عايز اللي قبلها. تعالى يعني بمعنى اصح انا عايز اول قياس سالب كان كام؟ هقول له سالب 630، هزود عليها 360 هلاقيها انها لسه سالب اهو اللي هي سالب 270.
هزود عليها كمان 360 هلاقيها اتحولت للموجب. يبقى اصلا كان اصلها كام؟ سالب 270. ده اول قياس سالب ليها، سالب 270. ده كده اكبر قياس سالب ليها. رقم 3، 630 زائد 3 في 360. مش دي عدد دورات؟ اعتبره مش موجود. همسك ال 130 واطرح منها دورة عشان احول من زاوية موجبة الى زاوية سالبة. هلاقي انها سالب 230. ده كده اول قياس سالب، يعني اكبر قياس سالب موجود عندي. طب رقم 4، 995 هنقص 360 لسه موجب، هنقص كمان 360 لسه موجب، هنقص كمان 360 الى اتحولت ليه سالب 85. يبقى ال 995 نقصت منها 3 دورات بقت سالب 85. ده أول قياس سالب، يعني أكبر قياس سالب موجود للزاوية المتاحة اللي عندي. السؤال السادس، اوجد قياس الزاوية الموجهة أو الزاوية المرجعية آسف سيتا التي تكافئ الزوايا التي قياسها 410 و260 و618 وسالب 150. يعني إيه؟ يعني بمعنى أصح أنا عايز الزاوية الأصلية. دول كلهم زوايا مكافئة. إيه هي الزاوية الأصلية بتاعتي؟ اللي أنا زودت عليها دورات مع أو عكس عقارب الساعة. همسك 410، دي زاوية موجبة، يبقى هنقص منها 360 هلاقي إنها واقعة ب50. يبقى كان أصل الزاوية 50 لكن زودت عليه دورة كاملة 360 درجة عكس عقارب الساعة عشان تبقى بالموجب. طب سالب 260 ده زاوية سالبة، يبقى زود عليها 360 هلاقي إنها 100. يبقى كان أصل الزاوية 100 لكن خد دورة 360 درجة مع عقارب الساعة عشان يتحول إلى زاوية سالبة. طب 618 هنقص منها 360 اتحولت ل 258. خلاص دي زاوية بتاعتي، يبقى هي كان أصلها 258 في الربع الثالث لكن خد دورة كاملة 360 درجة عكس عقارب الساعة عشان يبقى بالموجب. طب سالب 650 ده هزود عليها، لسه بالسالب هزود كمان دورة بقت 70. يبقى أنا هزود عليها دورتين بقت 70 درجة. يبقى هي كان أصلها 70 لكن خدت دورتين، الضلع النهائي خد دورتين مع عقارب الساعة عشان يبقى ب70 درجة. ده كده السؤال السادس. طيب شوية أسئلة بقى إضافية سريعة جدا محتاجة التركيز وأنت بتضيع درجات. الزاوية التي قياسها 45 درجة زائد 4 نون زائد 1 في 90 تقع في الربع الكام؟ طب واحدة واحدة. أنت عايز الزاوية الأصلية. معنى ان انا عايز الزاويه الاصليه يعني ما كانش فيه دورات، يعني قيمه النون بصفر. لما اعوض عن نون بصفر الاربعه نون راحت، فتفضل 45 زائد 1 في 90 بقى 90. 45 زائد 90 يعني 135، وال 135 تقع في الربع الثاني. خلي بالك من السؤال ده كويس جدا، عايز الزاويه الاصليه ما كانش فيه لسه عدد دورات. أ وب زاويتان متكافئتان، فإن سالب أ وسالب ب برضه هيكونان إيه؟ زاويتان متكافئتان، يعني برضه مشتركان في الضلع النهائي. أ وسالب أ زاويتان متكافئتان فإن إحدى قيم أ. لو ركزت هلاقي إن أ وسالب أ هي نفس الزاوية، واحدة بالموجب وواحدة بالسالب. طب ما أنا عندي الزاوية الموجبة زائد مقياس الزاوية السالبة الاتنين ب 360 درجة. يبقى أنا عندي هنا أ زائد أ ب 360، يبقى 2 أ ب 360 درجة. يبقى من إحدى قيم أ إن هي 180 درجة.
نخلي بالنا من صيغة السؤال ده، من الأسئلة المهمة جدا اللي بتيجي في الامتحانات. 3 س ناقص 5 أصغر قياس موجب أهو. 3 ص ناقص 5 أكبر قياس سالب، يبقى زائد 3 ص ناقص 5، دول كده بيساوي 360 درجة. المقياس أنا بغير الإشارة بتاعتي، يبقى ده 3 س ناقص 5، دي كده أصلا بالسالب، عشان أحولها لموجب يبقى هضرب القيمة كلها في سالب، يبقى سالب 3 ص موجب 5 هيساوي 360. سالب 5 راح مع الخمسة، اتفضل 3 س ناقص 3 ص بتساوي 360. هقسم المعادلة على 3، يبقى س ناقص ص بتساوي 120 درجة، اللي هو أصلا المطلوب اللي موجود عندنا. السؤال الأخير عندنا في الحصة: إذا دار الضلع النهائي لزاوية قياسها 60 في الوضع القياسي دورتين وربع في عكس عقارب الساعة، فإن الضلع النهائي يمثل زاوية كام؟ أدي كده الزاوية 60، فبيقول لي هنا خد دورتين عكس، هذا دور رجعت لأصلها، طب وكمان دور برضو رجعت لأصلها. طيب بص، وربع، كلمة وربع ديت يعني كام درجة؟ 90، يبقى الضلع النهائي ده هيزيد بس عليه 90 درجة، يبقى هو كان 60، لما زود عليها 90 بقت بتمثل 150، يعني الضلع النهائي وقع في الربع الثاني. طب لو كان هي بدل ما كانت عكس كان مع، كنت هقول له 60 ناقص 90 يبقى سالب 30، ومعنى ان هي سالب 30 لو جيت ازود عليها 360 عشان احولها لزاويه موجبه هلاقي انها 330 درجه، يعني الضلع النهائي بقى في الربع الرابع. عشان كده بقول دايما ان اي زاويه حاده قياسها سالب، يعني لما اقول لك سالب 30 سالب 50 سالب 60، فعلى طول الضلع النهائي بتاعها واقع في الربع الرابع. فخلي بالك هو كان عايزها عكس ولا مع، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما جينا قلنا دورتين وربع، كلمه دورتين ما استخدمتهمش اصلا. ليه؟ لان الضلع النهائي رجع لاصله، انا استخدمت اللي جه بعد كلمه دورتين وربع. يعني لو جه قال لي دلوقتي مثلا 3 دورات وربع، يبقى انا هزود الربع 10 دورات وربع. طب قال لي 100 دوره وقام ساكت، يبقى بتمثل نفس الزاويه، مفيش اي حاجه حصلت ليها. بكده نكون انهينا الدرس الاول في حساب المثلثات، نلقاكم ان شاء الله في الدرس القادم.